جبل الأربعين يقع في دمشق ويعتبر أعلى قمة لجبل قاسيون، ويطل على مدينة دمشق العاصمة، وتقع في الجبل مغارة الدم أو مغارة الأربعين. وربطت الروايات التاريخية عبر العصور بين مغارة الدم وقصة أول جريمة في التاريخ، ألا وهي قصة مقتل هابيل على يد أخيه الأكبر قابيل، وهما ولدا آدم عليه السلام. ولم يأتي هذا الربط بعد الإسلام، بل كان ملازما للمغارة من عصور سابقة له، فقد كانت في السابق معبدا وثنيا، ثم تحولت إلى كنيسة، إلى أن دخل الإسلام دمشق، فأصبح للمغارة مكانة دينية كبيرة لدى المسلمين، مرتبطة بما ورد في القرآن الكريم من قصة النبي آدم عليه السلام. ومختصر الرواية: قابيل وهابيل أرادوا أن يقدما لربهما قربانا لتقربا منه، فتقبل الله تعالى من هابيل ولم يتقبل من قابيل الذي غاضه تقبل ربه من أخيه، ووسوس الشيطان له قتل أخيه والخلاص منه، ففعل ذلك، ثم هام بجثة أخيه فترة من الزمن لا يعلم ما يفعل معها، حتى أرسل له الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر ودفنه، فقام قابيل بدفن أخيه على نفس الشاكلة. هذه القصة كما وردت في كتاب الله وفي سورة المائدة. أما الروايات التي ارتبطت بهذه القصة فهي أن مكان القتل كان على سفح جبل قاسيون بدمشق، فعندما تمت الجريمة سال دم هابيل على صخر الجبل، فشربت الأرض هذا الدم، فلعنها آدم، فحرم الله على الأرض أن تشرب دما بعد هذا الدم. ثم فتح الجبل فمه ليبتلع القاتل، وبكى الجبل حزنا على هابيل، وسار القاتل بجثة أخيه أياما حتى أرسل الله له الغرابين فتعلم منهما الدفن، وقام بدفن أخيه على سفح جبل في منطقة الزبداني حيث كان، وقبره هناك معروف ويزار. وقيل إن نبيا أو 40 نبيا لجأوا إلى مغارة الدم هربا من ظلم أحد الملوك، وما إن داهمهم الخطر في المغارة حتى شق الله الجبل ويسر لهم طريق الخروج من الطرف الآخر، فخرجوا تاركين من خلفهم روائح المسك والعنبر التي بقيت في الصخر. وقيل إنه في يوم من الأيام كاد أن يسقط سقف مغارة الدم على أحد الأنبياء، فقام جبريل عليه السلام بوضع كفه على سقف المغارة فمنعه من السقوط، وبقي أثر كفه في سقف المغارة. ويقال إن سبب تسمية المغارة بهذا الاسم مغارة الدم، وأن الله سبحانه وتعالى أبقى أثر الدم في الصخر ليكون عبرة للعالمين. ويسمى المكان أيضا مقام الأربعين. وقيل إن سبب التسمية هو أن يحيى ابن زكريا أقام هو وأمه فيها 40 عاما، وأن الحواريين الذين أتوا مع عيسى عليه السلام كانوا 40، وقد أنشئ ضمن المسجد المحدث هناك 40 محرابا. وإليكم وصف المكان: في أعلى المغارة على سفح الجبل يوجد بقعة من الصخر يختلف لون حجارتها عن باقي حجارة الجبل، وهي تقريبا بلون وردي، قيل إنها آثار دم هابيل. أما داخل المغارة فيوجد فم الجبل الذي فتح من هول الحادثة كما قيل، وقد مثلت فيه تفاصيل الفم بدقة من حيث وجود اللسان والأضراس. وفي المغارة أيضا قطعة صخر يقال أنها جزء من الحجر الذي استعمله القاتل في جريمته، وعليها آثار الدم. وفي داخل المغارة أيضا يوجد محرابان، أحدهما لإبراهيم عليه السلام والآخر للخضر عليه السلام.
ومن سقف المغارة نزلت قطرات من الماء بشكل مستمر، يقال إنها دمع الجبل الذي بكى على مقتل هابيل. وتتجمع القطرات وهي ناتجة عن المياه الجوفية في جرنين صغيرين موضوعين تحتهما. وإلى جانبهما في سقف المغارة يوجد آثار كف، يقال أنها آثار كف جبريل عليه السلام، وقد بقيت في الجبل بعد أن منعه من السقوط. وليس بعيدا منها يتشكل في السقف لفظ الجلالة كلمة الله. وفي صدر مغارة الدم شق صخري تفوح منه روائح المسك والعنبر، وهو الشق الذي أحدثه الله تعالى ليسير خروج الأنبياء منه كما يقال. وأنشئ على المغارة مسجد صغير الحجم منذ ما يزيد عن 6 قرون، وأعيد تجديده وترميمه عدة مرات كما ورد في اللوحات التي تؤرخ ذلك، موجودة ضمن حرم المسجد. وإلى جانب المبنى خزان قديم للماء يملأ تلقائيا عنده طول الأمطار. والطريق إلى مغارة الدم وعر يتخلله بقايا درج أنشئ في عهود سابقة، ويستغرق تقريبا ساعة من الزمن صعودا، ابتداء من جامع الشيخ عبد الغني النابلسي بمنطقة ركن الدين بدمشق. وقيل إن المغارة صلى فيها إبراهيم عليه السلام، وموسى وعيسى ولوط وأيوب عليهم السلام. وقد أورد المؤرخون الكثير من القصص حول استجابة الدعاء في المغارة ومنزلتها المباركة. وقد أوردت المصادر التاريخية أن الكثير من العلماء دفنوا في محيطها، ويحرص أهالي تلك المناطق على زيارة المقام، ويأتي إليه الزوار من دول ومناطق بعيدة بقصد التبارك بالمكان وبقصد الاستشفاء بالماء المبارك الذي هو دمع الجبل. وجاء في وصف مغارة الدم ومقام الأربعين في الروايات التاريخية عن بعض الرحالة ممن زاروا دمشق في القرون الماضية، ومنهم أبو حامد الغرناطي عام 1160 ميلادية، وابن جبير الأندلسي حوالي عام 1183 ميلادية، والرحالة ابن بطوطة المغربي خلال زيارته لدمشق عام 1324 ميلادية، الذي قال في وصف المغارة: مغارة الدم وفوقها بالجبل دم هابيل ابن آدم عليه السلام، وقد أبقى الله منه في الحجارة أثرا محمرا، وهو الموضع الذي قتله أخوه به واشتره إلى المغارة، وعليها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درج. وابن طولون المتوفي عام 1532 ميلادية يقول: أما مغارة الدم التي في أعلى الجبل فتشمل على مكان لطيف شريف عليه الهيبة والوقار، والدعاء عنده مستجاب، وتسمى الآن بمغارة الأربعين. ثم جاء فضيلة الشيخ فتحي الصافي رحمه الله ليحدثنا عن هذا المكان بأسلوب شيق وفكه، وقام بإصدار كتاب اسمه جبل الأربعين وأسطورة مغارة الدم. وفي النهاية، إذا أعجبتكم القصة وأضافت إلى معلوماتكم أرجو عمل إعجاب واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.